الضغط داخل الجمجمة. بالإضافة أن الفريق سوف يقوم بتجربة علمية تتعلق باستخدام تخطيط أمواج الدماغ لقياس النشاط الكهربائي في الدماغ. إذا كما نتابع الفريق يستعد من الفضاء للخروج من هذه الكبسولة والنزول إلى محطة الفضاء الدولية والاحتفاء بهم جميعا لوصولهم بكل نجاح. تستطيعون أن ترون علي القرني في كامل سعادته وفرحته في رحلته الأولى للفضاء. إن الأبواب فتحت وأنهم يستقبلون بعضهم. الطاقم الفريق رحلة AX2 وصل إلى محطة الفضاء، فإنهم وهنا تشاهدون ريانا برناوي أيضا تتأهب لدخول محطة الفضاء وعبور هذا الممر لكي تحتفل مع زملائها في احتفالية استقبالهم في محطة الفضاء الدولية. إذن طاقم الرحلة هم 12 شخصا متواجدون هنا. ريانا برناوي تعتبر أول فتاة عربية مسلمة تدخل إلى الفضاء لتصبح رائدة فضاء في محطة الفضاء الدولية. أيضا مع القائدة بيكي لديها نجاحات كبيرة شاركتها من قبل في هذه المهمة، فهي الرحلة الثانية لبيكي. إذا كما نتابع هذه الصور التي سوف تخلد طويلا ابتسامات علي وأيضا رائدة الفضاء السعودية ريانا برناوي بعد نجاح هذه المهمة وفتح